الراجل استخدم 3 عملات علشان يشتري بيهم برجر. كانت دي أول أكله محترمة ليه من شهر، لأنه كان محبوس في المطار طول المدة دي. ولما شاف إن السياح بيسيبوا العربيات بتاعتهم مرمية، بن شاف فرصة شغل. كل عربية بيرجعها بياخد عملة، فبدأ يلم العربيات ورا بعض لحد ما جمع صف كامل وكسب كذا عملة. راح على مطعم وطلب وجبة ديلوكس. كده حل مشكلة الأكل، بس لسه في مشكلة أكبر قدامه. هو مش بيفهم إنجليزي. اشترى كتب وبدأ يتعلم لوحده، ومع الوقت بدأ يفهم ويتواصل حتى لو بالتخمين. لكن أول ما بدأ يتأقلم على حياته في المطار بدأت المشاكل. المشرف على المطار شافه ماشي بالبيكامة، بيستحمى في حمامات المطار وبينام في قاعة الانتظار. حس إن المنظر ده بيشوه صورة المطار، وكان المشرف ده مستني ترقية ومش عايز أي غلطة تحصل. فقرر يخلص من بن وقال له يهرب وقت تبديل الحرس. لو بن خرج من بوابة المطار الشرطة هتمسكه فوراً بتهمة دخول غير قانوني، وهو كده يخلص منه نهائي. بس اللي المشرف ما حسبش حسابه إن ابنه واقف أول ما قرب من الباب، حاسس إن في حاجة مش مظبوطة، والكاميرات كانت ماشية وراه خطوة بخطوة. فهم في ثانية إن دي فخ، جري بسرعة وخرج من نطاق الكاميرات. المشرف اتجنن، فراح عمل وظيفة مخصوص لجمع العربيات ومنع بن تماماً من مصدر دخله. بن ما بقاش عنده غير بسكويت مجاني يعيش عليه. فضل يدور على شغل في كل حتة، بس كانوا بيرفضوه كل مرة. في ليلة وهو ماشي جنب منطقة تحت الإنشاء رجع لحرفته القديمة. اشتغل طول الليل وغرق في شغله. العمال اتبهروا من موهبته وقرروا يشغلوه، بس المشرف كان بيراقبه خطوة بخطوة لحد ما جه يوم زيارة الإدارة العليا للمطار. وساعتها حصلت حاجة غير متوقعة. كان في راكب معاه كمية كبيرة من الأدوية ومفيش معاها أوراق تثبت إنها ليه، فالأدوية اتمسكت والراجل كان منهار ومش راضي يسيبها. والمشكلة إنه مش عارف يشرح علشان اللغة. المشرف نادى على بن علشان يترجم. بن كلمه وعرف إن الأدوية دي لأبوه، والراجل حتى ركع على الأرض بيطلب المساعدة. بس المشرف أصر يطبق التعليمات بالحرف. ساعتها بن قال إن دي أدوية للحيوانات، علشان الأدوية البيطرية ما بيحتاجوش موافقات. المشرف شك وقال له يقول الحقيقة، بس طريقته اتلاحظت من قبل الإدارة وخسر فرصة الترقية تماماً. أما بن قصته انتشرت في كل المطار وبقى بطل، والكل بقى يحترمه ويقدره.